اوه هذا مال ببغاء، هذا البيض مال ببغاء. ذني ياخذوهن طب عرب بيهن ريحه فتشي كلش حلو. ذني شنو خباز. السلام عليكم شباب، هسه اليوم غابات الموصل، لايكم تابع استمتعوا بالمشاهده. هسه احنا بغابات الموصل، راح نفوت جوا نشوف شكو ماكو. هلا وعيني، نفوت جوا هنا. الناس كن ذبت الكسريات مال البيوت والبنايات كلها شامريها هنا على الطريق. طبعا هنا مكان سفرة اللي فد شي روعة. صلوات على محمد. اليوم الجو حلو، باع الخضار، وهنا مسوين تكة كباب نرقيلة الله أعلم. احنا جايين كل شي ماكو، جايين على الطريق. البارحة كان طبعا مطر ورعد كلش هواي، فالمفروض انه اليوم يجون شو اسمه يشلعون فطر وما فطر، بس شنو باكر عيد فماكو ناس ما كن اجت. نص الناس اليوم معيدة ونصها باكر، فما حد ما اجت يدور، يعني ما حد ما اجى يدور فطر. يعني المكان هسه لو ندور نلقى خير من الله فطر هنا. يعني الفطر كلش هواي دا يطلع بهاي المنطقة بالغابات. ذني السنابل جايين من غير مكان تلقيح، ما حد زارعهن. والله زين طالعات. لابس بلوز ايه ولك هذا السنبل. خليه يسوي يطبون جسمك. ايه هذا السنبل. كانوا يقولون سحر سحر، كانوا يصبون علينا من كنا صغار. طبعا هاي السنبل الوحدة يزرعوها يطلع 7 سنابل، وكل سنبلة بيها 70 حباية. 70 حباية. شفتوا شلون يشرح لكم؟ يعني هو هم مزارع. ذني الاشجار مال الغابات. عيني السنبل يعني ايش قد؟ السنبلة الوحدة تزرعها يطلع لك 7 سنابل، كل سنبلة بيها 70 حباية، انه بكل حباية تقدر تزرعها. فهمت شلون؟ ذني ياخذوهن طب عرب بيهن ريحة فتشي كلش حلو. يعني قبل كانوا شو اسمه ياخذوها يغلوها يشربوها مدري على سخونة مدري شنو بشتاء عيوني. هذا لا، هذا مين وكل. وهذا اصبر لي. ذني شنو خباز هم ياخذوها وشنو يقطعوها ويا اللحم مفروم، لو بيض وما بيض تصير أكلة يعني قديمة بها نكهتها الخاصة. نشوف شكو ماكو بلكت نلقى فطر. أنا ما أعرف وين يطلع الفطر، ما جاي أبد إنه ندور فطر، فشنو ما أعرف السوالف، بس أعرف إنه هنا دا تطلع، يعني أكو ناس هواي يجون هنا. الاشجار الاجواء كلش حلوه، حرامات لو جايين هنا. يلا هذا مكان نرقيله هنا يعمرون. ايه كله مكان سفرات. اوه هذا مال ببغاء، هذا البيض مال ببغاء. ذني الخضر ما اعرف شنو اسمهن، تلقاهم فوق والله. خلينا ندور عليهم بلكي نلقاهم. بيض مال ببغاء. هو هنا هذا العش، هذا العش. هو هنا بالغابات ماكو بس طيور ببغاء، انه تسوي العشاشة مالتهن هنا. طبعا هذا شارع العشاق، وهذا شنو هذا واحد من العشاق. هذا شارع العشاق. حلو، عاشت ايدك، راح نديح مشي. عاشت ايدك. نضيع المفتاح. والله شوف هواي طالع هنا خباز وحنطة، شعير، حنطة، كل شيء هواي طالع هنا. جيب الدراجة وتعال هنا. هذا شارع، ايش بيك؟ وطبعا من جهة ثانية الغابات، من جهة ثانية من هناك ممنوع احد يطبلها، لان شنو يوقفون جيش وش كم جندي يمنعون احد يدخلها. بس اليوم عيد ومن هاي الجهة شوي مفتوحة، ما حد واقف من هاي الجهة فطبينا.
لأن قبل فترة واحد حرق الغابات وحرق الأشجار يبسها. صلوات على محمد. شنو هاي الشجرة؟ صلوات على محمد. بعطولها شقد ضارب 30 متر شقد، والله ما أدري، كلش عالية فوق ما تتصورون، كلش عالية، بيها أسامي وحروف خير من الله. أنا مكتب شكتب. نشوف هنا الجماعة مسوين قاعدة وطافرين. كسرية، يرات كسرية، ونجي هنا والله بيها خوش صيد. كونس قلت لي عندي كسرية، نجي الجمعة الجاية إن شاء الله. الجمعة الجاية نجي هنا. شو ذاك عش كبير فوق والله، طيور. اني بس اريد افتهم ذول اللي يجون هنا مثل سفرة يقعدون هنا على الشارع ياكلون يشربون الزبالة، ليش دا تشمروها هنا؟ رحمة لوالديكم، ترى هي علاق، خلوها بعلاقة وشمروها غير مكان، ما بيها شي. ياكلون يقعدون ياكلون يخلصون يذبون الزبالة هنا. والله ما اعرف شو اقول لكم صراحة، يعني امتى تتثقفون ما ادري، ما ادري امتى تتثقفون. اوه شنو هاي المكان؟ بين 3 اشجار ومن فوق كله متغطي، من فوق كله متغطي. لا صراحة مكان فتشي خيالي، فتشي خيالي. خلي اشوف احترب هاي المكان شو شكو. لا شنو هاي؟ هاي اللي ما بيها شوك. شنو يا كنا ناكلها كنا صغار، لسه الناس ياكلوها هواي، بس اللي ما بيها شوك، اللي بيها شوك ما ياكلوها، ما ادري ليش. يعني شلون مثل ذولا يشلعوها الشوك، يشمروها ببطنها تطلع فد شيك مثل بوري رفيع. شنو بوري؟ هيك نفس هاي، هيك شي نفس هالثخن تطلع ويقشروها ياكلوها. تنوك ليش بس يحركون حليبهم، لا تشبع ولا شيء. جاب الدراجة ويجي على اساس نضيع المفتاح. اول شو اقول لك هسه؟ هناك بين 3 اشجار. هسه بعدين خلي نشوف هنا شكو. هنا مقبرة خلصت بعد، ما اقدر افوت لي جوا مقابر، وهنا كله مثل الشوك وهيك شي، ما اشوف شكو جوا رجلي، فما اقدر افوت هناك. هايكم متابعة، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. هذا جوا جسر الخامس 10، جوا جسر الخامس، منظر حلو هناك كلش على الماي. اسف وقت صدام حسين الماي كانت واصله لهناك حد شو اسمه قلعه باش طابيه، هيك نفس الحدود. قلعه باش طابيه هناك مرتفعه عن اليابسه 75 متر، وعن الماي 150 متر، 150 متر عن الماي مرتفعه. قلعة باش طابية ما خلونا نفوت بيها، أسسوها من القرن الثاني بعد الميلاد، ولسه موجودة بس تقريبا 75% مهدومة. اسمع المنظر، شلون منظر؟ لا عليك والله ربي يخبط. هسه خلينا نشوف. وهذا شنو؟ بيت التراث مال الموصل القديم، يعني اي شيء التراث مال الموصل تلقاه هنا، بس معزلين من 4 ل 12 بالليل يفتحون. خلنا نتوكل. كابتن
صوت الكاميرا بحلقي بس الصوت برشا يطلع. من المنطقة؟ قلعة فاشطاف. والله ما يم جسر الخامس بعد ما ادري ايش اسم المنطقة. اليوم شنو باليوم؟ اليوم شنو؟ اليوم جمعة أول يوم عيد.